متابعيني، شلونكم شو اخباركم؟ طبعا اليوم الفيديو راح نحكي فيه شوية عن تحفيز للسادس او غير مراحل. شوية يعني نحكي عن التحفيز وطلاب السادس بالنسبة لهم، يعني راح نحكي الطلاب اللي ضيعوا فرصة العطلة، وبعد نحكي عن الطلاب اللي يقولون ليش احنا ندرس كلاميات على اليوتيوب، يعني ليش هو ما ندرسها كملزمة على السريع، ليش نضيع وقتنا على اليوتيوب ساعة ونص محاضرة أو ساعة وبندرس فيهن ونحفظهن أحسن ما نضيع وقت. إذن هسه راح نحكي بيهن. أولا راح نجي على طلاب اللي بعدهم لحد الآن ما مبلشين دراسة، يعني قضوا العطلة كلها يسخطون، وإحنا هسه حاليا بشهر الثامن راح يخلص تقريبا بعد 10 أيام أو 9 أيام يخلص ندخل بشهر التاسع، يعني ما بقى لنا بس شهر واحد و10 أيام تقريبا أو 9 أيام للمدارس، فتقريبا ضيعنا أكثر من 3 أشهر من العطلة، وطلاب لحد الآن ما درست أصلا. أول شي مو شرط إن ندرس بالعطلة، يعني مو مثلا إن ندرس بالعطلة راح نجيب معدلات عالية ونحقق أحلامنا، لا، نقدر راح تجي المدرسة نقدر نلتزم بالتحاضر يومية ونتعب شوية على نفسنا وكل شي. هي أصلا مو إلا شرط ندرس بالعطلة. العطلة إنما مو إلا ندرس بيها بس، إنما يعني شلون نقول تخففون المنهج شوية، يعني من تجي مدرسة إحنا فاهمينه، يعني مستحيل يوم أكو طالب بالعطلة ويقرأ المادة بتركيز كلش، مستحيل إلا تجي المدرسة يلا يقرأ بتركيز، مستحيل أكو طالب بالعطلة ومركز ويمتحن نفسه. هاي من 7 مستحيلات، يعني إلا تجي مدرسة أو نقول امتحانات يلا يقرأ من صدق. فالطلاب اللي بعدهم ما مبلشين كلش عادي، ولا تستعجلون ولا تدرسون شلون ما كان، أصلا بعد وقت كلش هواية، بعد شهر العاشر وال11 وال12 والواحد والثاني والثالث 6 أشهر، بعد يجينا بشهر الرابع والخامس فترة مراجعة، بشهر السادس تقريبا امتحاناتنا دفعة 26، فيعني كلش هواية نقدر نضبط بيها المادة إذا يعني نتعب شوية نفسنا ونحضر يومي ونمتحن ونركز على كل الامتحانات. بس أبد لا تخلوا من هسه خوفكم وتوترون إنه ليش ما درستوا بعطلة، ولا تلومون نفسكم، أهم شيء لا تلومون نفسكم، لأنه انتوا بعدكم لحد الآن بعدكم أول خطوة، فهسه انتم بعدكم من تجي متى راح تبدون أول خطوة، مو شرط إلا واحد يدرس بالعطلة، عطلة مجرد يعني هيك بس، أما تجي متى صار لازم ندرس صدق وما نسخط، ولا تحضرون كل يوم هاي كلش كافي، لأنه أصلا بعد وقت كلش هواية. ثاني شي يعني شوية تمشون من المادة، مو تعتمدون على المدرسة إنه راح تكمل لكم المنهج، لأنه أكو بعض المدارس ما تكمل المنهج، يعني حتهم 4 فصل 5 فصل يوقفون ما يعني ما يلحقون يكملون، فلازم الطالب شوي يتعب على مود يكمل المنهج قبل فترة المراجعة، فيعني واحد ولا نصف السنة يحاول يتعب نفسه على مود قبل فترة المراجعة هو خاتم المنهج كله، يعني حاولوا تعتمدون كلش على المدارس. فهسه مختصر حكي الطلاب اللي بعدهم لحد الآن ما بلشوا، طلاب سادس وقضوا العطلة الصيف، فبلشوا أول خطوة بالمدارس أو عوفوا هاي كلها، عندكم يوم 1/9، هذين بقى تقريبا بعد 10 أيام أو 9 أيام نصير 1/9 بداية شهر وأبدو شهر تاسع، يعني تخيلوا شهر تاسع تقدرون من كل مادة تخلصون لكم فصل إذا صدق تتعبون، إحنا 7 مواد من كل مادة تقدرون تخلصون فصل كل المواد، بس شوية تعبون نفسكم وتجون المدرسة انتم فاهمين الفصل الأول تقدرون تبلشون بالفصل الثاني أصلا، فيعني هسه أبد لا تدخلون خفاكم لا تلومون نفسكم. ثانيا الكلاميات، احنا ليش ندرس الكلاميات على اليوتيوب، مثلا الأحياء أو كلاميات الفيزياء أو كلاميات الكيمياء، إنه احنا ندرس على اليوتيوب حتى نفهمهن، يعني احنا من نفهمهن راح نحفظهن، ثاني شيء أصلا ما راح ننساهن، يعني مثلا نقول احنا اليوم قرينا كلاميات ورا أسبوع من راح نرجع نراجعهن راح نلقى نفسنا ناسيهن، لأنه بس هيك حافظهن، أما إذا فهمناهن في ورا أسبوع، مثلا نقول ورا أسبوع أو أسبوعين راح نتذكر اللي فهمناه، إحنا أصلا من خلال الحفظ والفهم من خلال الفهم إحنا راح نحفظ أصلا، حتى بالامتحان مثلا امتحان يومي أو شهري أو نصف السنة أو امتحان وزاري، يعني أنتم خاف تنسون التعريف أو كان تعليل أو فراغ، يعني راح تتذكرون اللي فهمتوه من خلال الفهم، راح تتذكرون أصلا ما حضروا بس حافظينه، أبد ما راح تنسونه الفهم. مثلا هسه أعطيكم مثال، إذا شايفين أكو بعض الطلاب من يقرون يعني مثلا يقومون يشرحون أثناء الدرس ما يعطون نفس الشرح بالضبط نصا مثل الكتاب، لا يعطون كفهم، هاي شنو إنه هم فاهمينه، أما الطالب اللي يعطي نصا من الكتاب هذا حافظي، فيعني هيجي الفهم حسب الفهم تحكي مو إلا حفظ نصا. فأنا أنصحكم أول شي تفهمونه، لأنه كلش هيصيركم أصلا وهسه تدرسون وأثناء المحاضرة تقدرون تفهمون وتحفظون، فأنصحكم إن تفهمون قبل لا تحفظون كل المواد هيجي، حتى الإسلامية كذلك.
أي موضوع يفهمون قصته شنو هو، عن شنو يحكي. أكو أساتذة هواية ويفصلون الشرح أصلا بحيث يوصل الفكرة للطالب. يعني حتى انتم حاولوا توصلون فكرة لنفسكم، يعني مرة حاولوا رسموا شيء تخلونه ببالكم، أو تحطون اسم، أو كي تمثلون إنه يبكم واحد تشرحوا له هيك شيء. هسه نجي شوي نحكي عن السادس كفيديو تحفيز. يعني نحكي عن السادس شوية. أول شيء إحنا كنا ندرس تقريبا 11 سنة، يعني 11 سنة، وهاي بالسادس السنة 12. يعني ما وصلنا لهاي المرحلة بسهولة، لا شبعنا صدق بهم وتعب، يعني كلش هواية وتعبنا وسهرنا وكل شي سوينا. و11 سنة مو قليلة، كلش هواية. إلا وصلنا هاي المرحلة ووصلنا مرحلة أحلامنا، يعني هي اللي تحقق أحلامنا اللي كنا نحلم بيها من الطفولة. يعني المشكلة إنه فرحة إنه هاي آخر مرحلة إنه ونخلص من المدرسة ونقول لها باي باي. أصلا نخلص من المدرسة وننسى شيء اسمه مدرسة من حياتنا، وننسى أي مادة، ننسى الإنجليزي، رياضيات، عربي، اجتماعيات، مثلا كيمياء، فيزياء، أحياء، أي مادة كانت، كلهم العلمي والأدبي كلها ننساها، كلها متوسطة إعدادية، أصلا كل هالمواد ننساها أصلا. وننسى شيء اسمه مدرسة، وننسى الزي الرسمي، وننسى الدفاتر وكذا، لأن كلهن يعني واحد من ينقطع 1 سنة دراسة. حاولوا تذكروا إن هاي آخر مرحلة إنه، وبعد ننسى شيء اسمه مدرسة، وننسى شيء اسمه أي مادة أصلا نخلص من عتها، شو العقل نخلص. وثاني شيء تذكروا إنه فرحتكم بيوم النتائج، يوم نتائج وأنت جايب معدل عالي، يعني معدل مو كلش عادي نقول مثلا يعني معدل 80 85، يعني هيك معدل 70. هو أي شيء كاتب أن الله هاي الحمد لله رضيت بما قسم الله لي. بس إنه أقصد إنه فرحتكم بيوم النتائج شعور لا يوصف والله، بحيث من يجوا المعدل راح تنسون التعب مال سنة كاملة. هي صح سنة طويلة، صح السنة طويلة، يعني كلش طويلة، تقريبا سنة كاملة، وسنة نقول شهرين أو 3 أشهر الطالب يقرأ. يعني ها صدق عنده طاقة، يعني لها مزيد عندنا هاي الطاقة اللي نقدر ندرس بيها. الحمد لله الله رزقنا بهيك طاقة. ومن العلم هاي السنة اللي راح تصير بينا كلنا أمراض نفسية، وراح نكره الناس وما نريد أحد، ولو يصيرنا مرض اسم الله عليكم، لو أي شيء يصير بينا ويصير بينا ظروف، يعني كلنا راح يصيرنا بهاي السنة. فأنتوا أول شيء من البداية شدوا حيلكم، من أول سنة شدوا حيلكم، وإذا كنتوا عايدين ثاني سنة عادي، الله ما عوضكم أول سنة راح يعوضها لكم ثاني سنة. تعبوا على نفسكم، ويعني حيل كلش تعبوا، خصوها من أول سنة، أحسن لكم ليش تظلون سعيدين أو مأجلين وإذا بالكم يوم النتائج ومدري إيش. والله بس تنزل النتائج وتبحثون على اسمكم وتدقون رقم امتحانات تطلع لكم درجاتكم وتشوفون معدلكم عالي، فراح تنسون التعب، كلش تنسون التعب والصبر والقلق وكلش. بالأخص فرحة الأهل، فرحة الأهل ما تنوصف أبدا، ما تنوصف، يعني لا تقدر ثمن أصلا أبدا. إذا إحنا نفرح هم يفرحون عدة مرات أكثر من عندنا. وآخر شيء نقول الحمد لله على الله، أي شيء رزقنا وين ما الله يخلينا خلينا. وآخر شيء نقول الحمد لله، يعني نشوف الله شنو كاتب لنا، ها هي الحمد لله. بعد هو الشيء مو بيدنا، احنا نتعب علينا وندرس، وها هي بعد تبقى وراء الله، نقول الحمد لله وها هي بس. ولهنا وصلنا حبايبي لنهاية الفيديو. إذا حابين تسألون شيء أو تردون شيء أو شنو عندكم فكرة جاي ننزل لكم بالفيديو، اكتبوا لي بالتعليقات. مع السلامة.